من أنت؟ ولماذا تقفين هنا وحدك؟ تبدين غريبة. هل أنت حقا طيبة؟ ماذا تريدين مني؟ جدتي قالت لي ألا أثق بأي شخص لا أعرفه. لماذا تطلبين قلادتي؟ السعادة لا تأتي بسهولة هكذا. أشعر أن هناك شيئا غير صحيح. لا، لن أعطيك شيئا يخصني. سأعود إلى منزلي الآن. لا تخافي يا صغيرتي، أنا ساحرة تساعد الأطفال. رأيتك حزينة فجئت لأحقق أمنيتك. أستطيع أن أجعلك غنية وسعيدة. فقط أعطيني قلادتك الصغيرة. إنها مجرد هدية بسيطة مقابل حلم كبير. لن تخسري شيئا، ثقي بي. لماذا تخافين؟ أنا أريد مساعدتك فقط. إن رفضت ستندمين. فكري جيدا قبل أن ترحلي. في قرية صغيرة تحيط بها الحقول. من كل جانب كانت تعيش طفلة تدعى أفلى. لم تكن مثل باقي الأطفال. كانت كثيرة التفكير. تحب الجلوس وحدها قرب نافذة منزلها. تراقب السماء وكأنها تبحث عن سر لا يعرفه أحد. كانت جدتها دائما تقول لها: القلب الطيب نعمة، لكن إن لم يحرسه العقل يصبح فريسة سهلة. لم تفهم أفلة معنى تلك الكلمات جيدا حتى جاءت تلك الليلة. كانت السماء مغطاة بالغيوم، والقمر يظهر ويختفي كأنه يراقب الأرض بصمت. خرجت أفلة من البيت تحمل مصباحا صغيرا. فقد سمعت من أطفال القرية عن زهرة مضيئة تظهر قرب الغابة ليلا. خطت خطواتها الأولى داخل الغابة. الأشجار طويلة والرياح تصدر أصواتا غريبة. وفجأة شعرت أن أحدا يراقبها. توقفت. التفتت خلفها بسرعة لكنها لم ترى شيئا. تبعت السير لكن قلبها بدأ يخفق بقوة. ثم سمعت صوتا ناعما يقول: لماذا تسير طفلة صغيرة وحدها في هذا الوقت؟ تجمدت أفلة في مكانها. خرجت امرأة من بين الظلال، عباءة سوداء طويلة وعينان تلمعان بطريقة غريبة. ابتسمت المرأة وقالت: لا تخافي، أنا مجرد ساحرة طيبة. اقتربت خطوة أخرى، لكن أفلة شعرت بشيء ثقيل داخل صدرها. إحساس لم تعرفه من قبل، إحساس بالخطر. قالت أفلة بحذر: إن كنت طيبة، لماذا تختبئين في الظلام؟ تغيرت ابتسامة الساحرة لثانية واحدة، ثم عادت كما كانت. قالت: لأن الناس يخافون مما لا يفهمونه. جلست الساحرة على صخرة قريبة وأكملت: أنا أحقق الأمنيات، ويمكنني تحقيق أمنيتك أيضا. سكتت أفلة. لم تطلب يوما شيئا لنفسها، لكن الفضول بدأ يكبر داخلها. وهنا بدأت الخدعة. وقفت أفلة تنظر إلى الساحرة بصمت، بينما كانت الرياح تحرك أوراق الأشجار حولهما، وكأن الغابة نفسها تستمع لما سيحدث. قالت الساحرة بصوت هادئ: أخبريني يا صغيرة، ماذا تتمنين؟ فكرت أفلة قليلا ثم قالت: أتمنى أن تكون جدتي دائما بخير، فهي كل ما أملك. ابتسمت الساحرة ابتسامة غريبة وقالت: أمنية سهلة جدا، يمكنني حمايتها من المرض والتعب، بل وجعل حياتكما مليئة بالذهب والسعادة. اتسعت عينا أفلة دهشة، لكنها لاحظت شيئا. كلما تحدثت الساحرة كان ظلها على الأرض يتحرك بطريقة مختلفة عنها. تذكرت كلمات جدتها مرة أخرى: الشر لا يظهر وجهه الحقيقي بسرعة. اقتربت الساحرة أكثر وقالت: لكن لكل سحر ثمن بسيط. سألت أفلة بحذر: وما هو الثمن؟ انحنت الساحرة وهمست: قلادتك فقط، تلك التي في عنقك. وضعت أفلة يدها على القلادة فورا. كانت هدية جدتها يوم ولادتها ولم تفارقها أبدا. قالت أفلة: لماذا تريدينها تحديدا؟ للحظة اختفت الابتسامة من وجه الساحرة، ثم قالت بحدة خفيفة: لأنها مصدر السحر الذي سيحقق أمنيتك. بدأ الخوف يتسلل إلى قلب الطفلة، لكنها لم تتحرك. لاحظت أن الهواء أصبح باردا جدا، وأن أصوات الغابة اختفت تماما. لا طيور، لا رياح، لا شيء، فقط صوت الساحرة. قالت الساحرة هذه المرة بصوت أقوى: أعطيني القلادة الآن. لكن أفلة تراجعت خطوة وقالت: إن كنت طيبة، فلماذا أشعر بالخوف منك؟ تغير وجه الساحرة فجأة، اسودت عيناها وارتفع صوتها: لأن الأطفال دائما يفسدون خططي. تحولت ابتسامتها إلى غضب مخيف، وبدأ الضباب يحيط بالمكان. صرخت: هذه القلادة تحملك من سحري، بدونها تصبحين لي. ارتجفت أفلة، لكنها لم تبكي. أغمضت عينيها وتذكرت جدتها وهي تقول: القوة الحقيقية ليست في الهروب، بل في قول الله عندما يجب. فتحت عينيها وقالت بثبات: لن أعطيك شيئا. صرخت الساحرة بغضب، وامتدت يدها محاولة أخذ القلادة بالقوة. وفجأة أضاءت القلادة نورا قويا غمر المكان كله. تراجعت الساحرة وهي تصرخ ألما. كان الضوء يزداد قوة حتى بدأت ملامحها تختفي تدريجيا.
قالت بصوت متقطع: القلب الصادق لا يمكن خداعه. ثم اختفت تماما. عاد صوت الرياح وعادت الغابة هادئة كما كانت. وقفت أفلى وحدها تتنفس بسرعة غير مصدقة ما حدث. نظرت إلى القلادة فوجدتها دافئة كأنها تحميها. ركضت نحو بيتها، وعندما وصلت كانت جدتها تنتظر عند الباب وكأنها شعرت بكل شيء. احتضنتها بقوة وقالت: كنت أعلم أنك ستختارين الصواب. سألت أفلى: هل كانت القلادة سحرا؟ ابتسمت الجدة وقالت: لا يا صغيرتي، السحر الحقيقي كان في قلبك. ومنذ تلك الليلة تعلمت أفلة أن أخطر الخدع ليست تلك التي تخيفنا، بل تلك التي تعدنا بكل شيء بسهولة. ليس كل من يعدك بالسعادة يريد لك الخير، وأحيانا كلمة لا تنقذ حياتك. كانت جدتها أمارة هي بوصلتها في هذا التيه. كثيرا ما كانت تمسك بيدي أفلى الدافئتين وتقول بصوت يحمل وقار السنين: يا بنيتي، القلب الطيب هو كنوز الأرض، لكنه بلا عقل يحميه يصبح فريسة سهلة للضواري. لا تفتحي أبواب روحك لكل طارق في ليلة تسلل فيها الضباب كخيوط الحرير بين الأشجار. قررت أفلى تتبع أسطورة الزهرة المضيئة التي يقال إنها تمنح من يقطفها بصيرة تتجاوز حدود البشر. كانت تعلم أن الغابة في مثل هذه الليالي ليست مجرد مكان، بل هي اختبار للنفس قبل أن تكون رحلة للأقدام. كان الصمت في الغابة مريبا، صمت لا تكسره زقزقة عصفور ولا حفيف ورقة. كانت أفلى تشعر بوطأة هذا السكون على صدرها، وكأن الغابة تحبس أنفاسها بانتظار شيء ما. كل خطوة كانت تغوص في تراب رطب، وكل نفس كان يمتزج برائحة الطحالب والغموض. فجأة انبثق من خلف شجرة بلوط عتيق كيان يتجسد في صورة امرأة فاتنة تدثرت بأثواب من ضوء وندى. كانت تدعى إيلارا، وصوتها ينساب كالموسيقى في أذن أفلى. قالت بابتسامة تخفي خلفها أسرارا دفينا: أبحثين عن الزهرة؟ أنا حارستها، ويمكنني أن أمنحك كل ما تشتهيه نفسك من معرفة. كل ما أطلبه، تابعت إيلارا بنبرة ناعمة، هو تلك القلادة التي تطوق عنقك، قلادة جدتك العتيقة، مقابل أمان لا ينتهي وبصيرة لا تخطئ. نظرت أفلة إلى القلادة وشعرت بصراع داخلي يمزقها، رغبة عارمة في كشف أسرار الكون، وحذر متأصل يهمس باسم جدتها. وبينما كانت أفلى على وشك الرضوخ، لاحظت شيئا غريبا. كان ضوء إيلارا المزعوم لا ينعكس على الأرض، بل كان ظلها يتحرك بشكل مستقل، يمتد وينقبض كأنه وحش جائع. وفي ذلك الصمت لم تسمع أفلى نبضا لقلب الساحرة، بل سمعت صدى رياح باردة تعصف في جوف فارغ. أدركت أفلى أن إيلارا ليست سوى تجسيد للأطماع الزائفة. تذكرت كلمات أمارة: القلب الطيب بلا عقل يحميه يصبح فريسة. سألت نفسها: ما نفع البصيرة التي أشتريها بالتخلي عن أصلي؟ وما قيمة الأمنية التي تسلب مني حريتي؟ في التفكير والحذر ارحلي أيتها السراب، قالت أفلى بصوت ثابت هز أركان الصمت. البصيرة الحقيقية ليست زهرة أقطفها، بل هي النور الذي اكتشف به زيفك الآن. قلادتي هي إرثي، وعقلي هو درعي. في تلك اللحظة تبخرت إيلارا كالدخان، وتلاشى الضباب ليكشف عن غابة عادية لا سحر فيها سوى سحر الحقيقة. عادت أفلة إلى قريتها مع بزوغ الفجر. لم تكن تحمل زهرة مضيئة، لكن عينيها كانتا تشعان بنور أعمق. جلست أمام نافذتها مدركة أن الثمن الحقيقي للأماني الزائفة هو ضياع الذات، وأن أعظم سحر يمتلكه الإنسان هو قدرته على الرؤية بقلب يقظ وعقل لا ينام. لا تنسى الاشتراك في قناة حكايات من الحياة ليصلك كل يوم حكمة وقصة من الواقع.